ازاي تفضل مركز؟ علشان تفضل مركز محتاج تسال نفسك كل يوم الاسئله دي: ايه اعلى وافضل استخدام لوقت النهارده؟ يعني مش مجرد ان انت عندك تاسكات في التو دو ليست بتاعتك تصحى تنفذ على طول وتبدا على طول. لا، اسال نفسك: ايه اعلى وافضل استخدام للوقت بتاعي النهارده؟ تمام. انا بعمل اللي انا بعمله ده ليه؟ يعني اسال نفسك: بتعمل اللي انت بتعمله ده ليه؟ ايه الهدف من اللي انت بتعمله ده؟ راجع نفسك كل يوم عشان تفضل مركز. ايه العائد من الحاجه اللي انا بعملها دي؟ الحاجه اللي انا هعملها دي ايه العائد منها؟ والعائد منها ده هو ده اللي انا عايزه ولا لا؟ تمام. علشان تفضل مركز برضو، تجنب مهام الطبقه المعدمه، اللي هي زي ما قلنا في المثال: غسيل عربيتك، غسيل هدومك، الطبخ عند بعض الناس، شراء الخضار وطلبات السوبر ماركت من بعض الناس، المشي لو عشان توفر تاكسي، المشي لو عشان رياضه او عشان انت بتحب التمشيه مفيش منه اي مشكله. انما المشي مثلا لو عشان انت توفر اجره التاكسي، انت هتوفر اجره التاكسي هتخسر باقي قيمه رقمك الضروري. تمام. مين شايف ان هو بيعمل مهام من المهام دي دلوقتي؟ يعني مين النهارده بيعمل حاجه هي ما تساويش قيمه رقمه الضروري؟ كده احنا حسبناها، المفروض كل واحد عارف رقمه الضروري كام. مراتاتنا لو بيحضروا المحاضره دي هيزعلوا منك يا أستاذ. ما انا عشان كده ما بيقدرهوش. اه. لا بس انا احب الطبخ كهوايه يعني. كنت انا في وقت من الاوقات برضه، بس يعني انا سنه ما بحبش 2020 اعمل انا ما بحبش كنت اعمل بحب شغل. الطبخ. انا ما بحبش الشغل. ما بتحبش ايه؟ ما بحبش الشوبينج. انا ما بحبش انزل اتفرج في المحلات وانقي وبتاع واقعد اه، فترات طويله. ماليش في الكلام اه، ده. انا يمكن في الحاجات دي الطبخ ممكن يستهويني اللي انا اخش اه. اطبخ طبخه لنفسي، او حتى ما هي لو حاجه، اه. لو حاجه انت بتحبها ما فيش منها مشكله. احنا بنتكلم لو هي انت بتعملها علشان توفر وهي اقل اه. من قيمه رقمك الضروري. في حاجات زي كده في حياتك بتعملها مثلا عشان توفر وهي اقل من قيمه رقمك الضروري، او بتعملها علشان انت ما كنتش محدد رقمك الضروري كام، فشايف ان عادي انك تعملها. لا انا بعملها على سبيل ان دي حاجات روتينيه يوميه، مثلا زي فكره ان انا ممكن طبعا مش كل يوم، بس اخش مم. عشان اكسر الرتابه. فاحيانا بيبقى انت عندك حاجات روتينيه ولكن انت بتحاول تعملها باستمتاع، فبالنسبه مم. لك ما بتبقاش ممله. يعني انا ليا وجهه مم. نظر في الموضوع ده لما بنيجي نحط التارجت مثلا في المبيعات وكلام من ده يعني. فهو من الكي بي ايز المعايير انك انت بتدي تارجت عباره عن تشالنجنج، في تحدي وصعب، ولكن مم. ليس مستحيل. ولكن دايما كنا نقول ان خير الامور الوسط. يعني لازم تكون متوازن. يعني لا تدي حاجه صعبه قوي مم. فتوديك لحاله من حالات الاحباط، فتتقاعس عن انك تكمل المهمه بتاعتك، اه. ولا تدي حاجه سهله سهله قوي فتديك نوع من انواع الرتابه والملل، فبرضه تسيب المهمه بتاعتك. مم. ولكن نقول ان هو بيبقى صعب الى حد ما، مم. بحيث يديك شكل من اشكال التحدي، ففيها توازن. ما انا ما اقصدش ان انت يعني مهم جدا طبعا ان انت تكسر الملل وان انت تدي لنفسك اوقات راحه والكلام ده كله وتعمل حاجات بتحبها. بس انا بتكلم على انتاجيتك اليوميه، يعني مهامك اليوميه. هل لا لا في طبعا، مهامك مش اليوميه؟ في الحاجات دي، لان مش دي الحاجات اللي هتجيب فلوس طبعا. عظيم. اه. يعني انت مركز بس على في مهامك اليوميه على الحاجات اللي هي بتجيب فلوس بس. بالظبط كده. تمام. آه، بتشتغل بالقصه بتاعت رقمك الضروري ده او حاجه قريبه منها؟ رقمي الضروري تقصد اللي هو هو وقتي يساوي يعتبر كام فلوس؟ يعتبر قيمه وقتك في الساعه. يعني لو تاسك هتاخد منك ساعه مثلا هتدخل لك رقم معين حسب هدفك المالي. احنا حسبناها حسب هدفك المالي، مش هو شرط رقم معين. انا بعملها زي الاستاذ ياسر لما كان بيتكلم فيها. انا دايما عندي منظور الفرصه البديله. يعني لو ما عنديش حاجه اه، اخسرها، فانا بالنسبه لي اه، الفرصه البديله بتبقى صفر. انما طبعا لو انا اه. سبت حاجه كانت هتكسبني ورحت لحاجه، فكده انا خسرت القيمه اللي ممكن تكون انت بتتكلم فيها. ما زي هو انا افرض انا الحاجه دي انا مش معروضه عليك، يعني انا اقصد لو الحاجه مش معروضه عليك
انت بتبقى آه، محدد قيمه وقتك كام. يعني انا لو جيت اكلمك مثلا، انا عايز خدمه منك في ساعه، او عايز حاجه هتستهلك منك ساعه وقت، بتبقى تمام. حاسبها الساعه دي لو دخلت لي كام اقول له اه، ولو ده مش هتدخل لي الرقم اللي انا عايزه اقول له لا، ولا بتبقى سايبها كده، ولا بتتصرف ازاي؟ لا، احيانا في بعض المهام اللي انت ممكن تديها لايه الشخص، ممكن ما يكونش جالك منها عائد مادي دلوقتي، ولكن بيبقى انت مم. ايه باصص على المدى الطويل ان الحاجات شايفها التراكميه استثمار اللي انت لقدام. بتعملها دي ده اه. بالظبط كده. فبرضك اه. الايه الفعل اللي انا بعمله بيبقى عباره عن انفستمنت. عظيم. ما كده يبقى ليها قيمه برضه، يعني كده ستيل هي ليها قيمه. ليها قيمه. زي هقول على حضرتك يعني بمنتهى الشفافيه، ناس كتير جدا لما بتيجي انت ايه تكتب الايه المحتوى، هتلاقي مم. ان معظم الناس اللي بتكتب الليل المحتوى هتلاقيه ايه مشغول، لا عنده بيزنس وبيكتب في اه. رياده الاعمال، وفي نفس الوقت بيذاكر وبيعمل ماجستير وبيروح شغله وبيعلم ناس ايه تانية. اه. فيجي الاعتقاد عند بعض الناس ان انت ايه، ان انت فاضي. فاضي، ولكن هو ما بيبصش اه. ان انت ممكن يكون البرودكتيفيتي بتاعتك ايه عاليه، وانك قادر اه. تحدد ايه اولوياتك وتنظم ايه وتدير وقتك بشكل افضل يعني. عظيم. فلما بتيجي تكتب مثلا ايه محتوى، النيه خالصه ايه لله اولا واخيرا ان انت عايز ايه تفيد، ولكن اه. حتى فكره الاخذ هي مرتبطه بفكره العطاء. يعني لازم ان تعطي عظيم. اولا حتى ايه تاخذ، دي طبيعه الايه الامور. تمام. حتى لما الايه المهاجرين راحوا للاقصار، وعبد تمام. الرحمن سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما كان راح تقريبا لايه كان سعد بن الربيع او حاجه زي كده يعني. نعم. مظبوط. فبدا يحصل ايه مؤاخاه ما بينهم، وكل واحد يدي التاني ايه حاجه. فهي الحياه قايمه على مم. ايه، قايمه على كده. تمام. عظيم. بس هو ده يعتبر استثمار لقدام برضه، يعني يعتبر استثمار برضه كده يعني في عائد منه. بيبقى استثمار وليه ايه وليه عائد. يعني مثلا عظيم. حتى الايه الدراسه بتاعتك، في ناس كتير جدا هتلاقي والدتك كده مثلا او والدك كده تفضل انت تدرس لغايه سن ايه، فاقول لك يا ابني انت هتقعد تدرس ايه طول الوقت ده؟ طب الكلام ده هيعود عليك ايه بايه؟ هو ممكن ما يبقاش شايف ان ايه ان الكلام ده آه بيعود عليك، لانه ممكن ما يكونش شايف ايه هل بيجي لك اه. منه فلوس بيبص سريعه. على مش العائد شرط. الوقتي بتاعه ده. بالظبط. فمعظم الناس بتبص على العائد الايه مم. الوقتي، وده خلي بالك على فكره بيخسر ايه ناس كتير جدا في الايه في البيزنس يعني. البيزنس تمام. اصلا مش المؤشر الوحيد بتاعه هو الربحيه، لا هو تمام. السستينابيلتي. ناس كتير جدا عظيم. بتخش تقوم تدوس غلط، مركزيتها مش الايه مش العميل، ترتكب حماقات في ايه في خدمه العملاء، نتيجه ان هو شايف ان هو بيكسب ايه وقتي. اثر الحاجات ده مع الوقت هوب البيزنس بتاعه ايه قفل، عظيم. لان هو طيب ما نرجع عملش ليك انت كشخص. النظره المستقبليه. نرجع ليك انت كشخص. انت شايف ان انت في اي مهام من مهام الطبقه المعدمه؟ يعني ايه طبقه معدمه بالنسبه لك غير بالنسبه لي على فكره؟ ليه؟ هي اي حاجه يعني ايه رقمها اقل من رقمك الضروري. يعني انت النهارده رقمك الضروري في الساعه، لو انت هدفك المالي مثلا مليون جنيه، فرقمك الضروري 1750 جنيه. اي حاجه تكلف اقل من كده هي بالنسبه لك انت تعتبر مهام طبقه معدمه. ليه؟ لانك تقدر تفوض حد فيها وتجيب انت، وانت بتكسب المكسب ده وتدفع له اقل من اللي انت كسبته. بالظبط. فهل في حاجه في حياتك اليوميه كشخص انت بتعملها تاسك يعتبر اقل من قيمه رقمك الضروري وانت بتعمله؟ لا، لا. عظيم. يعني انا حد دايما تاني؟ اركب قصه التاكسي دي يعني. دايما ايه؟ يعني قصه دايما انا ايه من النوع اللي دايما ببقى ايه يعني مستعجل، فاخد تاكسي باستمرار يعني. اه. اه. عظيم. طيب حد تاني؟ حد